اختلفت الأقاويل حول المعركة التي دمر خلالها الأسطول الجزائري العظيم، ولذلك ارتأينا أن نقوم بهذا التحقيق التاريخي حول معركة نافارين تحت عنوان معركة نافارين: حقائق، تاريخ وانعكاسات. سيطرت الجزائر على البحر الأبيض المتوسط لأكثر من 3 قرون بفضل أسطولها الأسطوري الذي لم يعرف له مثيل من قبل. فبعد انضمامها الرسمي للدولة العثمانية سنة 1518 صارت الجزائر جزءا هاما من الكيان العضوي للدولة العثمانية، وأصبحت أهم قاعدة بحرية حربية وتجارية لها. فخلال سنة 1519 أمر السلطان سليم الأول ببناء 4 قطع بحرية جديدة، ثم عشر إلى أن بلغ العدد سنة 1827 170 قطعة بحرية بعتاد يبلغ 180 ألف بندقية و70 ألف مدفع وحوالي 130 ألف جندي. وبهذا الجيش الجبار والأسطول العظيم تم تحرير كامل أراضي الجزائر وتونس من كل أنواع الاحتلال، وترحيل ما تبقى من المسلمين الأندلسيين إلى الأراضي الإسلامية. لكن الأوروبيين لم يرقهم ذلك، لأن أهدافهم في السيطرة على إفريقيا وشبه الجزيرة العربية والشام سوف تتحطم، فشنوا الحملة تلو الحملة بقيادة إسبانيا أو فرنسا، وفي مرات أخرى شنوا حملات مشتركة بمساعدة بريطانيا. ولكن بفضل حنكة وشجاعة جنود الأسطول الجزائري تم القضاء على هذه الحملات وإحباطها الواحدة بعد الأخرى، ليستطيع جنود الجزائر الأشاوس في بعض المواجهات الاستيلاء على سفن قيادة الأساطيل المعادية وأسر قادتها وما يزيد عن 36 ألف جندي معاد. لتفرض على بعض الدول الكبرى التي تمارس تجارة بحرية أثوات تقدر ب120 ألف فرنك كل 8 سنوات على إسبانيا، وعلى إنجلترا كانت تفرض 267 ألف جنيه كل 3 سنوات. أما فرنسا ففرضت عليها 200 ألف فرنك كل عامين، ولكن أعلى إثاوة قيمة كانت على الولايات المتحدة الأمريكية ب125 ألف دولار شهريا. ما جعل فرنسا وبريطانيا تحاولان طرح موضوع الجزائر في عدة محافل دولية، ولكن في مؤتمر فيينا سنة 1815 ميلادي طرح الموضوع بشكل جدي على أنه قرصنة بحرية وأعمال بربرية، ونجحت فرنسا في إدانة الجزائر بذلك في مؤتمر إكسلاشبيل سنة 1818 ميلادي، فأوكلت مهمة القضاء على من سموهم بالقراصنة إلى فرنسا وبريطانيا. فقد كتب لويس الثامن في مذكراته عن ذلك: إنما تمارسه قطع البحرية الجزائرية في حوض البحر الأبيض المتوسط من فرض للضرائب وحجز للسلع وما يسمونه الجزية وأعمال بربرية أخرى، هو قرصنة دمرت تجارتنا وبعثاتنا العلمية التي كان غرضها تقدم وازدهار إفريقيا، وقد وجب علينا إيقافها. لقد تم الاتفاق في هذا المؤتمر على أن هذا الوضع لا يطاق، وعليه فإنه وجب علينا ردع البرابرة ووضع حد لسيطرتهم على البحر المتوسط وعلى طرقنا البحرية بكل الوسائل مهما كان الثمن. بدأت الخطة تأخذ مجراها ببعض المناوشات التي لم تجد نفعا. في هذه الأثناء كانت اليونان بصدد القيام بثورة استقلالية عن الدولة العثمانية، حيث قام أشراف اليونانيين بالقسم المقدس لتحريرها في دير لافراغي. في عام 1821 ميلادي بدأت الحرب،
حيث قام الثوار اليونانيون بقتل 15,000 عثماني مسلم من أصل 40,000 قاطنين هناك، فسقطت اليونان كلها تقريبا في يد الصليبيين. في عام 1823 ميلادي أمر السلطان محمود الثاني محمد علي باشا حاكم مصر والشام بالتحرك نحو اليونان لتأديبهم وإعادة أراضيها إلى لواء الدولة العثمانية. فأمر محمد علي باشا ابنه إبراهيم باشا بتجميع الجيش وإعداد السفن للحرب. وفي نفس السنة انطلقت السفن العثمانية تحمل ما يقدر ب8,000 مدفع و36,000 جندي نحو اليونان. ولكن السبب في الأمر بتحرك محمد علي باشا هو مؤامرة أوروبية، حيث رأت الدول الأوروبية أن محمد علي باشا قد بالغ في استعمال القوة لقمع الدعوة السلفية في شبه الجزيرة العربية، وحان وقت تقليم أظافره ليسهل عليهم استعمار مصر والشام. وبدأت الحرب التي لم تدم طويلا، حيث حقق العثمانيون انتصارات كبيرة استعيدت خلالها مدينة ميسولونغي وشيوس ونافارين وأثينا، لكن بعد مجازر وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وبعد أن أجهضت القوى الإسلامية التمرد الصليبي في اليونان، أبانت الصليبية الأوروبية عن وجهها الكالح، فأعلنت بسط حمايتها على بلاد اليونان. وبعد مؤتمر لندن بعثت بريطانيا للتفاوض مع إبراهيم باشا قائد الأسطول المصري على انسحابه من اليونان، حيث كان متمركزا في خليج نافارين، فرد عليهم بأنه لا يتلقى الأوامر إلا من أبيه أو السلطان. ولكن البريطانيين أعادوا إرسال السفينة كارتيريا للتفاوض 3 مرات أخرى، قوبلت من رفض من طرف إبراهيم باشا. فأمر كل من قادة الحلف بريطانيا وروسيا وفرنسا أساطيلهم بالتحرك نحو خليج نافارين تحت قيادة الأميرال البريطاني كودرينغتون. وعندما رأى إبراهيم باشا فرصته في الفوز بهذه المعركة تتضاءل، استنجد بأبيه الذي أرسل إلى الداي حسين حاكم الجزائر بأن يرسل الأسطول الجزائري لنجدة إبراهيم باشا من قوى الحلف وإبقاء اليونان تحت السيطرة. أرسل الداي حسين 60 قطعة بحرية جزائرية معززة ب30 قطعة بحرية تونسية محملة بما يزيد عن 30,000 جندي و4,000 مدفع إلى نافارين. وصلت الأساطيل العثمانية من الجنوب إلى خليج نافارين وتجمعوا هناك. وعندما بعث الأميرال كودرينغتون السفينة كارتيريا للتفاوض مرة أخرى، قامت سفينة عثمانية بضرب كارتيريا، ولم تكن هذه الضربة بأمر من القادة، فكانت هي شرارة المعركة. وفي صبيحة 20 أكتوبر 1827 كانت البراغيث متمركزة في مدخل خليج نافارين الشمالي، حيث استغلت قوى الحلف انكشاف المدخل الجنوبي لضرب الأسطول العثماني، فقاموا بالدخول إلى الخليج وبداية ضرب الأسطول الجزائري الذي رد بكل قوة، بعدما كان الأسطول البريطاني قد دمر سفن البراغيث والتي كانت السلاح السري للأسطول العثماني. وبعد تدمير سفن البراغيث استطاع الأسطول البريطاني الدخول إلى الخليج، ما أدى إلى محاصرة الأساطيل العثمانية وبدء بضرب الأسطول المصري. وفي نفس الوقت دخل الأسطول الفرنسي من الجهة الجنوبية، ليبلغ عدد سفن الحلف 74 سفينة بما يقارب 5,920 مدفع وحوالي 14,000 جندي. ورغم قلة سفن الحلف إلا أنها كانت محملة بأسلحة متطورة بالنسبة لنظيرتها العثمانية، مما أعطاها الأفضلية في المعركة.
استمرت المعركة لأكثر من 10 ساعات. استطاع فيها الأميرال كودرينغتون أن يدمر أكبر عدد من السفن العثمانية، ولكن بعد خسائر فادحة في جنود سفن حلف، فقد سقط ما يقارب ب700 جندي بين قتيل وجريح دون خسائر تذكر في العتاد. أما في الجهة المقابلة فقد دمرت 40 قطعة بحرية جزائرية و31 قطعة بحرية مصرية و10 سفن تونسية، وقتل أكثر من 40,000 جندي عثماني. وبعد هذه الهزيمة النكراء انكشفت الجزائر على دول العالم، فالأسطول الذي كان يحميها قد تضرر بشكل كبير، وأخذ بالتدهور شيئا فشيئا بعد المعركة. وعندها رأت الدول الأوروبية فرصة لاحتلال الجزائر لا بد من اغتنامها، فلطالما أرادوا ذلك، فبدأوا بالتهرب من دفع الضرائب وخلق مشاكل اقتصادية في الجزائر، ما جعلها فريسة سهلة المنال لتستطيع فرنسا احتلالها سنة 1830.